يعني إذا ممكن أسألك، هل هذا الصراع أو الخلاف المغربي الجزائري يمثل الشعوب المغربية والجزائرية، أم أنه يعني صراع أنظمة سياسية؟ وهل تم يعني نسيان التعاون أو يعني الصبغ التعاوني الذي كان يلون التعاون بين الجزائر والمغرب في التصدي للاستعمار الفرنسي في الحقبة الاستعمارية؟ علينا. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. تحية مجددا لجميع ضيوفك الكرام، وأنوه وأشكرك على هذا اللايف الراقي في المستوى. وأعتقد أنه من يكتب في التعليق أن المساحة غير محايدة، أظن أن الأخت كتبت في بداية اللايف أنه أي إساءة أو أي تطاول هو مرفوض. فبالتالي لا أعتقد أنه حينما تتدخل وتقوم بدورها في أن يظل المساحة راقية، فيها نقاش، فيها حوار، فيها تعبير عن الآراء، وحينما تكون هناك إساءة نرفضها نحن من الجانب المغربي، وأيضا حينما تصدر منا إساءة ولا أعتقد أنها صدرت من الإخوة المغاربة نرفضها أيضا وتتدخل لإيقافها. فأعتقد أن المساحة جد راقية، لكن هي تحتاج لمحاورين، وهذا ما ينقصنا من الجانب الجزائري. وأعتقد أن الأخت طالبت بضرورة حضور إخوة جزائريين ربما قادرين على أن يكونوا في مستوى المتدخلين من الجانب المغربي. لم نجدهم للأسف الشديد، مع احترامي لكافة الإخوة المتدخلين الآخرين. ونقطة أخرى، الأخت الكريمة، كنت أفضل من الإخوة الجزائريين أن يدروا أو أن يطالعوا بيانات وزارة خارجيتهم، وأن يتبنوا أقوال مسؤوليهم ممثلي الدولة الجزائرية. بالنسبة أختي الكريمة لتساؤلاتك، هل هذا الخلاف هو متبنى أو سائد في الأوساط الشعبية سواء في الجانب المغربي أو في الجانب الجزائري؟ أختي الكريمة، بالنسبة للشعب المغربي قضاياه وإيمانه باستعادة أراضيه الحقة هي ليست قضية نظام، وإنما قضية الشعب المغربي وملكه وقيادته السامية. فلا يمكن أن نسمح في أراضينا من أجل أن نرضي طرفا أو أن يقول الطرف الآخر إنكم فعلا في المستوى أو ما إلى ذلك من هذه الادعاءات. مطالبتنا بضرورة إرجاع الحدود الحقة قبل الاستعمار الفرنسي هي تأكيد على أن المغاربة يؤمنون بالحق ولا شيء غير الحق، لأننا لم نطالب بأراضي لم تكن لنا قبل الاستعمار، وإنما طالبنا بأراضينا. لكن للأسف الشديد في الجانب الجزائري، وبناء على عقيدة بوخروبة الذي انقلب على الجبهة التحرير الثورية الحقيقية التي احتضنها المغرب ودعم المغرب وحماها المغرب، بل ورافع من أجلها في الأمم المتحدة. وخطاب العاهل المغربي المرحوم رحمة الله عليه محمد الخامس موجود، ويمكن للإخوة المتابعين العرب الاطلاع عليه. للأسف الشديد منذ أن تبنى أو منذ أن أقيم انقلاب عسكري في الجزائر بدأت سياسة العداء، والخطير أنه تم زرعها حتى في الأوساط الشعبية الجزائرية، ويظنون أن المغرب حينما يطالب بأراضيه فهو نظام توسعي. لا أعرف كيف نفسر هذه المسألة، مع العلم أنه منطقيا وعقليا حينما يطالب الإنسان باستعادة أراضيه قبل الاستعمار فهو يعلم أن هذا الاستعمار قد قضم أو أخذ أراضي من الدول الحقة الأمة التي كانت، وليس من الدول التي أحدثت خلال تقسيمات سيكس بيكو. وأقول للأخ الجزائري الذي ربما للأسف الشديد أعطانا من الشعارات ما لا يمكن تقبله من منطق العقل. الإخوة الكرام، العالم العربي يعلم أن الدولة الوحيدة في العالم العربي التي أنشئت من خلال استفتاء تقرير المصير صوت فيه الجزائريون في 1992 على أن تكون الجزائر دولة متعاونة مع الاستعمار الفرنسي وفق اتفاقية إيفيان، والتي ما تزال سائدة في الجزائر إلى يومنا هذا. والدليل أنه في شهر 4 من 2023 طالبت جمعية جزائرية من البرلمان الفرنسي إلغاء اتفاقية إيفيان التي تحكم مصير الجزائريين، ورفض البرلمان الأوروبي بدعوى أن هذه الاتفاقية مسجلة في الأمم المتحدة ومشروط على النظام العسكري في الجزائر أن يعمل بها إلى أبد الآبدين، إلا إن قامت ثورة حقيقية في الجزائر على شكلة الحراك الشعبي، والذي تم نسفه من خلال سياسات قمعية واعتقالية أدت بالمناضلين إلى رميهم في السجون. وأعود بكم إلى الشعارات التي رفعها الجزائريون الذين يعلمون حقيقة أن من يحكمهم للأسف الشديد هو ينفذ أجندة فرنسا في شمال إفريقيا. الإخوة الكرام، التاريخ يكتب أن الدبلوماسية المغربية تدعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وبناء صفحة جديدة وحل الخلافات، لكن الطرف الآخر يرد
بسياسات عدائية، يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار، ويكفي أن يعلق كل المشكلات بالشماعة الصهيونية الإسرائيلية. فالجزائري حينما تحدثه يقول لك أنت أتيت بالعدو، وهو يعلم أن موريتانيا أيضا لديها حدود مشتركة مع الجزائر، وكانت لها علاقات مع إسرائيل دامت 10 سنوات، ولم نسمع للجزائر أن فتحت فمها أو اتهمت موريتانيا بأنها أتت بالعدو. وأيضا المتابع لتصريحات الرئيس الجزائري ممثل الجزائريين أنه قال لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين أنه لا مشكلة لدينا مع إسرائيل، بمعنى أن هذه الكلمة كافية لأن ترد على كل جزائري يستشهد بإسرائيل أو بغير إسرائيل. شماعة إسرائيل لن تدوم لكم الإخوة في الجزائر. يجب على الإخوة في الجزائر أن يكونوا منطقيين ويعلموا أن حقيقة الوضع هو أن النظام في الجزائر ينفذ أجندة الدولة الفرنسية، ومؤخرا بدأ الطرف الثاني من الجيش الجزائري بالاستعانة بالروسيين، وأظن أنه سيدخل الجزائر في عنق الزجاجة بحكم العقوبات الغربية التي ستفرض على الشعب الجزائري، والذي سيدفع الثمن كما دفعوا الثمن في قضية البوليزاريو، الميليشيات المتواجدة على أراضي الجزائر والتي تصرف عليها الدولة الجزائرية منذ 50 سنة، ولم يأخذوا من المغرب ما أخذ سوى ما قام ما يسمى بإبراهيم غالي بزراعته في تندوف، أي أن هذه الدولة التي تسمى بالجمهورية الصحراوية هي توجد داخل الدولة الجزائرية. فمن المنطق والعقل والإنسان العقلاني، هل هناك دولة داخل دولة؟ لا يمكن. أظن أنه للأسف الشديد محاولة تعليق كل السياسات العدائية المفروضة على النظام الجزائري اتخاذها تجاه المغرب واتجاه الشعب المغربي، لأنه للأسف الشديد حتى غلق الأجواء الجوية أظن أنه طريقة تعاملهم هي عدائية للشعب المغربي، بينما المملكة المغربية لحدود هذه الساعة ما تزال تفتح أجواءها الجوية في وجه الرحلات الشعب الجزائري وأيضا قنصلياتها وسفاراتها، ولا تفرض أي تعقيدات قانونية أو إدارية على الشعب الجزائري. وحتى خطابات الملك محمد السادس حينما تقارنها مع خطابات النظام في الجزائر، سيعلم المتابع العربي حقيقة من يعرقل وحدة شمال إفريقيا. بخصوص القضية الفلسطينية الإخوة الكرام، لا أعتقد أن الجزائر التي تحالفت مع الروس مؤخرا وبعدها بيوم فتحت روسيا قنصلية لها في القدس الشريف ودعمت الإسرائيليين، ولم تخرج الجزائر لتدين روسيا أو تدين هذه الخطوة، بينما المملكة المغربية رغم علاقاتها الواضحة أمام العالم إلا أنها أدانت ما أقدمت عليه إسرائيل في جنين، وأدانت اقتحام القدس الشريف، وتقوم بعملها الدبلوماسي في فرض سيادة قرارها رغم العلاقات، لأنه تؤمن بالمنطق. الجزائر تجلس مع إسرائيل في الأمم المتحدة، الجزائر وقعت اتفاقية لشبونة المتعلقة بالبيئة في البحر الأبيض المتوسط وكانت إسرائيل مشاركة فيها، فلا يأتي جزائري ليقول لي لا توجد إسرائيل. دولتكم تعترف بها، لكن للأسف الشديد منطقكم وطريقة تفكيركم وبعدكم عن الحقيقة يجعلكم دائما خارج السياق حتى في مداخلاتكم. كل تحية لكم من الصحراء الغربية المغربية. شكرا لك سيد الرأي المغربي. يعني بدي أشكر كل ضيوفي اللي كانوا معي اليوم، شكرا جزيلا لكم. كانت حلقة مميزة فعلا. للأسف يعني نحن في قمة الحزن يعني على ما آلت إليه الأمور بين الجزائر والمغرب. نتمنى أنه هالوضع ينتهي بأقرب يعني فرصة. شكرا لك الرأي المغربي. بدي أشكر كل ضيوفي. إن شاء الله إلى حلقة يوم غد بموضوع آخر مختلف تماما. وأنا نورال كنت معكم من برنامجي وقائع مع نورال ومن منصة 29 أكتوبر الميديا. تابعونا. شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.